صلوا بينا على النبي وتعالوا نشوفوا حكايتنا النهاردة بتقول ايه. وبيبدأ مسلسلنا مع تشي واللي بتكون في مسابقة تقييم للطبخ، وبينبهر الحكام بسرعتها وسلاستها في المطبخ وحركاتها اللي أدهشتهم بيها، وده بيدل على انها ماهرة. ومش بس كده، ده بينبهروا بطعم الأكل اللي بتقدمه لهم. وبتكسب تشي في المسابقة بجدارة علشان تنتقل للشغل في أكبر مطعم في البلد. وهناك بيجيلها مكالمة من أمها واللي بتقولها انها جايلها عريس غني جدا لكنه تعبان وفي غيبوبة طويلة المدى، وإن أهله هيدفعوا مبلغ كبير في مقابل جوازها منه، وده لأنهم مؤمنين بشوية خرافات كده، وهي إنهم لو جوزوه هيفوق من الغيبوبة دي. وطبعا تشي بترفض الجواز من شخص ما تعرفوش، لكن أمها بتهددها إنها هتخرج جدتها من المستشفى لأنها معهاش فلوس تصرف عليها، وعلشان كده بتضطر تشي إنها توافق علشان تقدر توفر مصاريف علاج جدتها لأنها الوحيدة اللي بتحبها. وبتروح تشي مع أم العريس واللي بيبان عليهم انهم اغنياء جدا، وفعلا بتجوزها لابنها. وبتخرج تشي ومعاها شهادة جوازها واللي ما بتهتمش حتى انها تبص فيها وتعرف هي اتجوزت مين، وبيكون كل همها تروح تدفع تمن علاج جدتها اللي في المستشفى وبس. وفي الوقت ده بترجع الأم على البيت وبتلاقي إن سيب ابنها ادى ردة فعل لأول مرة، وده معناه إنه سمعها وإن الخرافة اتحققت. فبتفرح جدا وبتنده على الدكتور علشان يشوفه. وبتفوت الأيام وبنشوف تشي وهي راجعة على البلد من السفر ومعاها صاحبتها، وبنعرف إنها راجعة علشان حماتها كلمتها وقالت لها إن جوزها فاق من الغيبوبة وإنهم هيعملوا لهم فرح كبير. بس صاحبتها شايفة إن حماتها بتخدعها وبتقول لها كده علشان ترجع تعتني بجوزها اللي نايم في السرير وتخدمه يعني. فبتقول لها تشي إن حتى لو كان هدفها ده ففي الأول وفي الآخر دلوقتي هو جوزها وده من واجبها. وبنشوف زيزان حبيبها القديم اللي خانها وبتتضايق وبتحكي لتشي عن خيانته ليها. فبتقوم تشي مطلعة طاسة كده من شنطتها وبتروح هجمة على الراجل المحترم سي زي المجنونة لحد لما بتوقعه في النافورة. وبتوقفها زيزان بعد فوات الأوان وبتقول لها انها ضربت الشخص الغلط. فبتقوم تشي ضربة الشخص الصح بالمرة وموقعاه جنب سي وطلع تجري منهم هي وزيزان. وبيتعصب سي جدا وبيطلب من فون يجيبله تفاصيل عن البنت اللي عملت فيهم كده بأي تمن علشان يعلمها الأدب. وبنعرف ان سي واقف مستني مراته واللي هي المفروض اساسا تشي اللي لسه رنا العلقة، بس هو ما يعرفش. ونظرا لان تشي وقعت سي في المية فلما بترن عليه علشان يجي ياخدها زي ما حماتها قالت لها بتلاقي موبايله مقفول. فبتفكر انه فعلا لسه في غيبوبة وحماتها بتضحك عليها فما بتهتمش وبتاخد صاحبتها وبيروحوا على الشغل سوا. وبتتكلم زيزان على الفندق اللي شغالين فيه وانه ملك الاشهر واغنى شاب في الصين، وبتحكي لها انه بيعاني من فقدان الشهية من فترة طويلة وان مفيش اي اكل بيعجبه وانهم دايما بيجيبوا اشطر وامهر الطباخين على انهم يرضوه ويلاقي حد اكله يعجبه وساعتها هيخليه طباخه الشخصي في مقابل راتب كبير جدا وهو 50 مليون. فبتتصدم تشي وبتتفاجئ من المبلغ ده لانه بالنسبة لهم مبلغ ضخم جدا على الرغم من انه بالنسبة للاغنياء دول مبلغ بسيط. وفي الوقت ده بتتقلب الدنيا في المطبخ لان صاحب الفندق وصل وكل الطباخين بيحضروا له احسن حاجة عندهم وبيخرجوا يقدموها له على امل ان في حاجة تعجبه الا تشي واللي بتفضل قاعدة مكانها وما بتهتمش انها تتنافس ابدا مع حد. وبتطلب منها زيزان انها تعمل لها طبق رز بالبيض اللي هي بتحبه علشان هي جعانة. فبتقوم تشي وبتبدأ انها تحضره لها بكل سهولة وحب. ولما بتدوق زيزان بتروح في عالم تاني من حلاوة طعمه وبتسأل تشي عن سرها في الأكل اللي بيخلي أكل بسيطة تطلع بالطعم الجميل ده على الرغم من أنها بتحفظ نفس المقادير وبتعمل نفس الخطوات وما بيكونش بالحلاوة دي. فبتفتكر تشي أمها واللي كانت بتعمل أكل جميل جدا لأنها كانت بتعمله بكل حب، واللي كانت دايما بتقول لتشي إن الحب قادر يخلي أكل بسيطة أحلى وأجمل من أكل الناس الأغنياء. وبيكون ده السر في شطارة ومهارة تشي إنها بتحب الطبخ وبتعمل الحاجة وبتقدمها بكل حب. وفجأة بتدخل عليهم مديرة المطبخ واللي بتقول لهم ان المدير ما عجبوش اي حاجة من الاكل وبتدور في المطبخ على اي صنف تقدمهوله. فبتشم ريحة الاكل اللي تشي عملته وبتقرر انها تاخده على امل انه يعجب المدير، وبتاخده من قدامهم من غير اي استئذان وبتطلع جري للمدير. وفي الوقت ده بنشوف المدير واللي بيكون مين سي وما بيكونش عاجبه اي حاجة محطوطة قدامه من الاكل وبيتف كل الاكل.
وبيقوم علشان يمشي، لكن المديرة بتوقفه وبتطلب منه يجرب آخر حاجة من طباخة لسه راجعة جديد. ولما بيشم سي ريحة الأكل بيقعدوا بيديلهم فرصة، وأول لما بيدوقوا بيتنح كده لدرجة إنهم بيفكروا هيتفوا في وشهم. لكن الغريب بقى إنه بياكل الطبق كله بمنتهى الشراهة والجوع، وبيستغرب الكل من ده لأنه مجرد طبق رز بالبيض. وبتروح المديرة جري تجيب تشي علشان المدير عاوز يشوفها، لكن اول لما تشي بتشوفه وبتعرف انه نفس الشخص اللي هي لسه ضرباه، بتخاف انه يشوفها وبترفض انها تخرج وبتطلع تجري منهم. فبتتحجج المديرة ان الطباخة بطنها وجعها شوية، لكن تشي بيكون عنده فضول يعرف هي مين وتكون الطباخة خاصة بيه، فبيروح وراها وبيقفشها. فبتفضل تشي تعتذرله وبتمثل انها بتعيط وبتقول انها عندها عيل صغير وجوزها مشلول وهي اللي بتصرف عليهم، وبتترجاه يسيبها. فبيهديها سي وبيقولها انه هينسى اللي هي عملته يومها في مقابل انها تشتغل عنده كطباخة، علشان هو بيعاني من فقدان الشهية واكلها الوحيد اللي قدر يرجعله شهيته دي. فبتوافق تشي، بس هي ما بتكونش عاوزة تنتقل لبيته وبتقوله انها مش هينفع تقيم عنده علشان جوزها، وانها بس هتحضرله الاكل وكل الوجبات وتمشي. فبيوافق سي على ده وبيتفقوا على راتب 50 مليون فعلا، وبتكون تشي مبسوطة وهتطير من الفرحة علشان هتقدر تساعد في تكاليف علاج جوزها اللي في الغيبوبة، وبيبان عليها هي قد ايه شخصية طيبة ومسؤولة. وبتروح تشي مع سي على القصر بتاعه وبتكون مبهورة بكبره وبكل حاجة فيه، وبيطلب منها تحضرله الاكل. فبتستغرب لانه لسه مخلص اكل الرز بالبيت كله. فبيقول لها سي انه هيقابل مراته قريب ومش عاوزها تشوف جسمه ضعيف، وعاوز يكون في احسن حالة لانها بالنسبة له زي النور اللي نور حياته في وسط ضلمة كتيرة. فبتضحك تشي لانها مستغربة ان حد غني ومتسلط شبهه عنده مشاعر جميلة كده تجاه مراته. بس اول لما بتشوف خلقت فوق بتقلب وشها وبتكون عاوزة ترن علقة محترمة علشان غدر صاحبتها، بس سي بيوقفها وبيقولها انها لازم تسيطر على نفسها وتركز في شغلها وبس علشان مش عاوز قلق. وبيعمل بينهم معاهدة سلام كده علشان ما يقرفوهوش كتير. وبيطلب سي من فوق يفتح لمراته مطعم 5 نجوم لانها بتحب الطبخ، وبيكون عاوز يعمله لها مفاجأة، وبيكون بيحبها جدا برغم انه ما شافهاش، لكنه شايف انه راجع يعيش تاني بسببها وبسبب نقاء قلبها، وعلشان كده هي تستاهل الحلو كله. وبيطلب كمان من تشي انها تروح معاه وهو بيشتري هدايا لمراته، وده لانها في نفس عمرها وبتحب الطبخ زيها، فاكيد هيكون ذوقهم مقارب لبعض وهتقدر تختار لها حاجات تبسطها. وبتوافق تشي فعلا على ده، وبيروح على المول علشان يشتروا فساتين وحاجات لمرات سي اللي هي اساسا نفسها تشي، بس محدش فيهم يعرف، بس طبعا احنا كلنا عارفين. المهم يعني ان بتروح تشي تنقي الهدوم، بس بتيجي الحرباية المتنمرة بتاعة المكان بتقول لها ما تلمسي حاجة اغلى منها، وبتتنمر عليها بسبب يعني ان لبس تشي مبين يعني انها من طبقة فقيرة ومش غنية، وانها معهاش حق فستان واحد من المعارضين دول. وبتفضل تهين فيها لحد لما بيجي راجل معفن كده بس غني ومعاه واحدة معفنة برضه بس مصاحباه علشان فلوسه. ولما بيشوف اللي بيحصل بتكون تشي عجباه وعاوز يعني يصاحبها هي كمان ويشتريها بالفلوس، وبيحاول انه يقرب منها غصب عنها، بس بيوصل سي واللي بيزقه وبيحذره من انه يقرب من حد يخصه. فبيعتذرله الراجل لانه بيكون عارفه وشغاله اصلا عنده، وساعتها بتشكر تشي سي على موقفه الرجولي ده، بس بتقوم رازعه الراجل حته رجل تجيبه الارض علشان هي بتحب تجيب حقها بنفسها. وبيستغرب سي لانها ما يبانش عليها عنفها ده خالص، وبيطرد الحرباية اللي هنتها من الشغل كمان لان اساسا كل المحلات دي فاتحة في المول بتاعه ومحدش يقدر يتكلم مع حد يخصه كده. وبيشتري لتشي الستاند اللي كانت واقفة جنبه كله كتعويض ليها على الاهانة اللي اتعرضت لها بسببه. وبيبان على تشي انها معجبة بشخصيته وحمايته للي بيشتغلوا معاه واحترام ليهم ولمشاعرهم. وبيكون سي رايح يقابل مراته، بس تشي وهي بتعدي الطريق كانت هتتخبط، فبيلحقها هو وبيتجرح في ايده، وبيرن على امه وبيقولها انه مش هيعرف يروح يجيب مراته لانه هيعدي على المستشفى وكده. بس ساعتها امه بتقوله انها هتبعتها له على المستشفى علشان تعتني بيه، وبترن فعلا على تشي تقول لها، فبتعمل له تشي اكل وبتروح علشان تزوره. وساعتها بيكون سي في نفس المستشفى ولف في ايده كلها، وبيكون عايز يلف رجله كمان ويقلقها عليه علشان تهتم بيه.
ويلاقي طريقة يقربوا بيها من بعض اكتر. وبتكون تشي بتدور على اوضة جوزها، واول لما بتدخل بتلاقي الدكتور مغطي جثة، فبتفكرها تشي جثة جوزها، وبتفضل تعيط وتصيح لانها ملحقتهوش وحتى ملحقتش تشوفه، وبتفضل مصدومة ومنهارة من العياط لحد لما بتلاقي موبايلها بيرن من رقم جوزها، فبتتصدم صدمة عمرها وبتترعب، وبغبائها بتفكره شبه جوزها، ولما بترد وتسمع صوته بتخاف اكتر وبتقفل في وشه. وبيكون سي مش فاهم حاجة فبيفكرها ما بتحبهوش وبيزعل جدا. وبنشوف جنبه حرباية فيلمنا مينج، واللي بتكون من عيلة غنية وبتحبه وعاوزة تتجوزه، بس بنعرف ان وقت دخول سي في غيبوبة هي سافرت من البلد وما قعدتش جنبه وما كانتش عاوزاه تعتني بيه. وبيطردها سي وبيقولها انه متجوز وبيحب مراته، وبينبه عليها تبعد عنه وما تفتحش موضوعهم ده تاني. فبتخرج مينج من عنده وبترن على والد سي وبتتمسكن عليه، ولانها بنت صاحبه فطبعا بيدعمها علشان الشراكة اللي بينهم، وعلشان كمان شايف ان سي متجوز من بنت فقيرة ومتلاقش بعيلتهم. وبيرجع سي على البيت وهو متضايق وبيلعب بالوردة بتحبني ولا ما بتحبنيش، وبيلاقي تشي داخله تتسحب شبه العفريت ومنكوشه، وبتقوله انها صحيت وهتحضر له العشاء. بس اول لما بتوصل على المطبخ بيقرر سي يتصل بمراته، فبيرن موبايل تشي واللي بتصوت من الخوف، وبيجري سي يلحقها قبل لما تقع. فالجميل بقى انها بتقع في حضنه، ومن الخضه بتعك الدنيا وبتخبطه في حته غريبه جدا، وبتدلق عليه ميه سخنه كمان وتبهدله وتبهدل نفسها لحد لما بيضطروا انهم يغيروا هدومهم. وبيديها سي قميص من عنده تنام فيه لان طبعا هي ما عندهاش هدوم هنا. وساعتها بيرن جرس الباب، فبتروح تشي تفتح وبتلاقيها مينج واللي بتفكرها انها مرات سي. ولما بتشوفها مينج لابسه لبس سي بتتجن اكتر وبتبقى عاوزه تقلعولها من الغيره عليه، بس بينزل سي وبيوقفها عند حدها. وبتفهم تشي ساعتها انها مش مراته وانها راميه نفسها عليه، فبتضحك غصب عنها وده بيضايق مينج اكتر. وبتفضل تقولها انها مجرد طباخه واغرت سي بلقمها ده، وبتهين فيها وبتقول لسي انها جابت له 3 من امهر الطباخين علشان فقدان الشهيه. بس سي بيمدح في تشي واكلها، وساعتها مينج بتتضايق اكتر وبتقول لها تيجي بكره على الحفله اللي هي عاملاها وتوريهم مهارتها في الطبخ، ولو قدرت تهزم الطباخين اللي هي جايباهم بيتفقوا على انها هتعتذر لتشي على شكها في قدراتها، وتقول لها قدام الكل انها احسن طباخه كمان. وعشان هي قد التحدي بنتنا بتوافق. وبيجي تاني يوم وبياخد سي تشي على المكان، واللي اول لما بتدخل على المطبخ بتلاقي تنمر من الطباخين اللي مينج جايباهم، واللي بيقولوا عليها انها حتى مش هتقدر تشيل الطاسه لانها بنت وضعيفه. بس بنتنا تشي بقى بتبهرهم بسرعتها ومهارتها في الطبخ، وبيبقوا كلهم مصدومين. وبيستغلوا خروج تشي للرد على موبايلها وبيرموا كل اكلها في الزباله وقت المسابقه. وبترجع تشي ما بتلاقيش الاكل وبتعرف اللي عملوه، بس بتقرر ما تستسلمش وبتخرج بطاطسايه لان طبعا ما بيكونش في اي موارد في المكان ليها علشان يضمنوا خسارتها. وبيخرجوا الطباخين واللي عاملين اشهر واغلى اطباق، وبيكون شكلها فعلا يفتح النفس والكل مبهور بيهم. وبيلاقوا ان تشي ما جاتش معاهم، فبيتكلم الكل عن خوفها من الخساره وانها انسحبت، لكنها بتفاجئهم وبتوصل ومعاها طبق بطاطس على شكل تنين، وبتكون محضراه من حاجات بسيطة. وعلى الرغم من ان الكل بينبهر بشكله الا انه ما بيكونش فيه اي نوع من انواع اللحوم، فبتقلل مينج منه وبتفضل تتريق عليه. وبيقعد الكل وبيبداوا انهم يدوقوا اكل الطباخين وبينبهروا بيه جدا، الا سي ما بيكونش عاجبه اي اكل وبيتفوا كالعادة، ما عدا بقى اكل تشي واللي اول لما بياكله بينبهر بطعمه كالعادة. وطبعا مينج بتتهمه انه منحاز لها علشان هي اغرته، لكن بيقرر ليه انه يدوق ويحكم هو كمان. واول لما بيدوق بينبهر فعلا بالاكل وبيبدا الكل انه يجربه، وبينبهر حتى الطباخين المنافسين لتشي بيعترفوا بانها امهر واحسن منهم وبيحترموا موهبتها دي. وساعتها مينج بيتحرق دمها جدا وبيطلب منها سي انها تنفذ اتفاقهم، فبتعتذر مينج لتشي فعلا قدام الكل وبتقول لها انها امهر واحسن طباخه، وبتمشي وهي مكبوسه ومتضايقه من اللي حصل. وبتتبسط تشي لان الكل بيمدحها وقتها وخاصه سي واللي بيقولها انها اشهر طباخه في العالم. وبتكون تشي في بيتها قاعده في امان الله، وبتلاقي فجاه سي بيرن عليها وبيقولها انه جاي ياخدها، فبتفكر انه جاي ياخدها على الاخره وبتترعب. وبيطلع سي يعمل حركه رومانسيه كده وبيبصلها من ورا الازاز ومعاه ورد، بس
بيلبس الملاية في وشه، ولما بتشوفه تشي بتتخض وبيغمى عليها، وساعتها بيشيل سي الملاية وما بيلاقيهاش، فبيفكرها مش عاوزة تشوفه وقفلت في وشه، فبيمشي وهو حزين لأنها ما بتحبوش، وبيقرر انه ينفصل عنها ويسيبها تعيش حياتها. وبيجي مكالمة لتشي ان سي تعبان، فبتروح بسرعة علشان تشوفه، وبتكون حرارته مرتفعة وجسمه ضعيف أثر صدمة اتعرض لها، وبيطلب منها الدكتور تهتم بيه وتعمل له حاجة دافية ياكلها. وبيفضل سي يخرف وهو بينده على مراته وبيصعب عليها جدا، وبتروح تشي تحضرله الأكل، بس جرس الباب بيرن، فبتروح تشوف مين، ووقتها بيصحى تشي وبيشم ريحة الأكل، فبيروح يغرف لنفسه وياكل كتير جدا لدرجة انه بيخلص الحلة كلها. وبترجع تشي بتلاقيه بيعمل حركات غريبة، وده لأنه أكل الأكل كله وبيكون عنده حساسية بالمكون فيه. فبترن تشي على الإسعاف وهي خايفة، وبتروح تغسل الأطباق والحاجة وهي خايفة لا يموت ويتهموها في قتله شبه العبيطة، وبتشربه كمان مية بصابون علشان يرجع اللي أكله، وبتفضل تضغط على صدره، فبيقوم مطلع فقاقيع من كتر الصابون. فبتنسى تشي ان هو بيموت، وبتفضل تلعب وهي مبسوطة بالفقاقيع دي، ولا كأن الواد هيموت في ايديها ولا حاجة. بنت مشكلة. وبيجي تاني يوم بعد ما سيبه يفوق بيشوف اللي عمله ده، وبيكون محرج جدا بسبب الهطل اللي كان فيه، لدرجة انه ما بيكملش الفيديو وبيقفل اللاب خالص. وبيجيله مكالمة من الاستقبال ان في حد جاي ومعاه اكل، فبيفكرها تشي، بس في الحقيقة هي بتكون مينج. وفي الوقت ده بتوصل لتشي برضو ومعاها اكل، لكن مينج بترفض تخليهم يطلعوها، وبتفضل تهين في تشي قدام الكل. وطبعا لان مينج من عيلة غنية، فبيبدأ اللي في الشركة يتكلموا عنها وعن انها هي اللي بتليق بسي، وبيتهموا تشي بانها اغرته، وبيفضلوا يهنوها لحد لما بيجي سي وبيسكت الكل، وخاصة مينج، وبيدافع عن تشي وبياخدها وبيمشي قدام الكل، وبيرفض ياخد حاجة من مينج او حتى يسمعها. وساعتها بتتغلي مينج قوي، وبترن على حد علشان يتخلص من تشي نهائي. وبترجع تشي على البيت، وبتلاقي رسالة من جوزها انه عاوز يقابلها لاخر مرة، فبتفكر ان روح جوزها متعلقة وانه عاوز يقابلها علشان روحه ترتاح وتخلص من شبحه. فبتوافق على كلامه وبتروح علشان تقابله، لكنها قبل ما بتشوف سي بتتخطف من 3 رجالة. وساعتها بيفكر سي ان مراته فعلا بتكرهه لدرجة انها مش عاوزة تشوفه خالص، وبيمشي وهو حزين، لكنه بيشوف تشي وهي متورطة مع 3 رجالة، فبيروح يضربهم وبينقذها منهم، لكنها بيغمى عليها في حضنه لانهم خدروها علشان يخطفوها. وبتفوق تشي وهي في المستشفى، وبتشكر سي لانه انقذها، فبيطلب منها تتصل بجوزها تطمنه عليها. فبتقوله تشي وهي بتعيط ان جوزها مات، فبتصعب عليه وبيسألها عن ابنها لو لوحده، فبتخاف تعترف له انها كدبت عليه، وبتقوله ان هو كمان مات. يا نهار اسود، عكت الدنيا خالص. فبيحاول سنه يهون عليها، ولما بتسأله عمل ايه في مقابلته مع مراته بيقولها انها رفضت حتى تشوفه، وانه هيطلقها لانها ما بتحبوش. وبتستغرب تشي ازاي ممكن واحدة ترفض حب واحد زي سي ليها، وبتيجي توقفه قبل لما بيمشي، فبتشده بالغلط وبتوقعه فوقيها، وبيحسوا ساعتها بانجذاب لبعض، لكنهم بيبعدوا عن بعض بسرعة وهم متوترين ومحروجين. وبتيجي مكالمة لتشي بان الجدة اغمى عليها، فبتتخض تشي على جدتها وبتقوم بسرعة علشان تروح لها، وساعتها بياخدها سي وبيروح معاها من باب الرجولة يعني. وبتدخل تشي تطمن على الجدة، وبتطلب منها انها تنتقل معاها على المدينة لان القرية هنا مش امان ليها. وفعلا ما بتكملش الكلمة، وبتلاقي عيلين كده بلطجية داخلين الجدة وعاوزين منها فلوس، ولما بيشوفوا تشي بيقولوا لها انها ممكن ياخدوها ليلتين مقابل الفلوس دي. وطبعا سي بيكون واقف وشايف كل ده، فبيتضايق وبيضربهم. ولما بيسألوه هو مين ودخلوا ايه في الموضوع، فبتقول لهم تشي انه جوزها. فبيتفاجئ سي وما بيكونش فاهم حاجة، بس بتترجى تشي انه يجاريها، وده لانهم بيتنمروا عليهم لان البيت ما فيهوش راجل يحميهم. وبتطلب منه يعمل كده علشان خاطر الجدة، وانه محدش يتعرض لها بعد كده. فبيوافق سي وبيقولوا انه جوزها، وساعتها هما بيمشوا. بس المصيبة بقى ان الجدة بتفكر انه جوزها بجد، وبتتحمس جدا وبتروح علشان تحضر لهم الاكل من غير ما تفهم. وساعتها ما بتقدرش تشي انها تكسر فرحتها وتقول لها ان جوزها مات، وعلشان كده بتقرر ما تقولهاش الحقيقة. وبتطلب من سي انه يمثل انه جوزها بس لحد لما يرجعوا للبلد، من باب ادخال السرور والفرحة على قلب ست مريضة وعجوزة. وبتفضل تتمسكله لحد لما فعلا بيوافق، بشرط انها تفضل الطباخة بتاعته لانه ما بيقدرش ياكل من حد غيرها. فبتوافق تشي علشان طول ما جدتها مبسوطة
خير هي كمان هتكون مبسوطة. وبالليل الجدة بتمسك فيهم على بيات وبتقوم مدخلاهم الأوضة وقافلة عليهم بالمفتاح غصب عنهم علشان تطمن ان مفيش حد هيخرج لحد الصبح، وبتقول لهم يستعجلوا بقى علشان هي عاوزة تشوف حفيد ليها قبل لما تموت، وبتسيبهم وبتمشي. وطبعا تشي بتكون خايفة ومتوترة، فبيطمنها سي وبيقولها ما تخافيش، انا مش بتاع اطفال باللي انت عاملاه في نفسك ده. فبتتضايق تشي جدا وبياخد سي مخدة علشان ينام على الارض وبيسيب لها السرير. بس بتتضايق تشي لما بتحس انه مش منجذب اتجاهها، وساعتها بتعرض عليه انه ينام جنبها على نفس السرير لو يعني واثق في نفسه، وبيحس سي انها بتتحداه فبيوافق وبينام معاها على نفس السرير فعلا. وبتفضل تشي حاسة بالندم لانها نيمته جنبها وهي اصلا اللي منجذبة ليه. وبتحس تشي بدخول الجدة فبتقوم مغطية نفسها هي وسي، وساعتها بتفرح الجدة وتتحرج وبتخرج وبتسيبهم. وبيجي سي قرب منها بس هي بتتخض وبتبعد عنه بسرعة وبتفكر نفسها بدأ يتهيأ لها. وبيجي تاني يوم وبيصحى سي وهو لابس لبس غريب شبه الفقراء ومش متعود عليه، وده لأن هدومه بتتغسل. وبتشوف تشي جارتها العقربة واللي بتفضل تتباهى قدام تشي بأنها تتجوز من شخص غني وبتتنمر عليها. ولما بيجي جوزها كمان بيتنمر عليها كمان هي وسي باللي لابسه ده. وبنعرف ان جوزها هو رئيس مشروع هيتعمل في القرية دي، وبيكون سي اساسا هو المستثمر فيه. لكن طبعا سي لما بيقولوا ان هو المستثمر اللي في القرية دي وصاحب المشروع محدش بيصدقه وبيكدبوه وبيتنمروا عليه هو كمان. وبيشاور له الواد على العربية وبيقول له انه ما يحلمش حتى يمسحها له. فبيتراهن معاه سين لو عربيته طلعت اغلى من عربيتهم دي هيكسرها له، بس برضه بيكونوا مغرورين وبيفضلوا يقللوا منهم. فبيعمل سين مكالمة تليفون واحدة بتجيب له اسطول من افخم العربيات واللي مليانين حراس وبتكون كلها عربياته. واول لما بيوصلوا وبيعرفوا منهم ان الرئيس سي بيتصدموا، وبيفضل الواد يعتذر لسي على اللي حصل وسوء الفهم ده. بس سي بيلغي مشروع في القرية دي لانه شاف ان اهلها منحازين للفلوس وبيجوا على الفقراء وما يستحقوش ده. وساعتها بيبدأ الكل انه يلوم العروسة والعريس وبيشتموهم كمان. وبتتبسط الجدة قوي لان جوز حفيدتها رجع لهم كرامتهم في القرية دي، وبتقرر انها ترجع معاهم على البلد وتسيب القرية دي خالص، لانها في الاول ما كانتش عاوزة تبقى عبء على تشي، لكن دلوقتي هي مطمنة عليها وهتقدر تعيش جنبها في امان. وبيؤمر سي رجالته يدمروا للواد عربيته قبل لما يمشوا، وبيرجعوا كلهم على البلد. وبيكون في حفلة كبيرة جدا وبيدخل سي مع تشي على انها مراته. عصب الاب لما بيشوفها لانها طباخة، لكن ما بيكونش قصاده حل لان دي قوانين عيلة وسي وافي بيها. وطبعا مينج الحربوقة ما بتسكتش وبتقلع انسيالها اللي بملايين وبتحطه في شنطة تشي، وبتتهمها بالسرقة قدام الكل وبتفرج الناس عليها وتفضحها وبتقول انها مجرد طباخة وسرقت كمان انسيالها اللي بيساوي ملايين. وساعتها بيتدخل سي وبيسكتها وبيقولها ان سعر بس فستان مراته ضعف سعر انسيالها 4 مرات، فمراته مش محتاجة ابدا انها تسرقه حتى لو كانت طباخة زي ما هي بتقول، لانها مش محتاجة فلوس. وبيفكرها انها متجوزاه وانه اغنى من عيلتها 100 مرة ويقدر يشتريهم كلهم على بعضهم ويعينهم خدم لمراته، وبيجيب لها حقها تالت ومتلت الصراحة. وبتفضل تشي واقفة وهي مبسوطة جدا. وساعتها بتنكر مينج جواز تشي وسي وبتقول لهم انها مجرد خطة. فبيقرب سي من تشي قدام الكل علشان يسكتهم ويثبت لهم انهم متجوزين. وساعتها بتطلب منه مينج يوريهم شهادة جوازهم، فبيقول لهم انها مع امه. وبتتحجج تشي بانها ضاعت، وبتكون فعلا تشي مضيعة شهادة جوازها وقت النقل والسفر. وساعتها الاب بينكر جواز تشي وسي بما ان مفيش اثبات، وبيقرر ينقل كل الممتلكات لاخوه الصغير. وبتقول مينج لسي انه لو اتجوزها هتساعده يرجع كل حاجة ليه، بس بيحرجها قصاد الكل وبيقول لها انه حتى لو هيشحت فهو مستحيل يتجوز واحدة زيها. فبيتحرق دم مينج وبتقول للأب انها مستعدة تتجوز ابنه الصغير علشان شراكة عيلتهم، بس حتى اخوه الصغير ده بيحرجها وبيقولها لا مؤاخذة يعني انت مين قالك ان انا موافق اتجوزك، انا مستحيل اتجوز واحدة زيك. وبيمسح بكرامتها الارض حرفيا. وساعتها بتتدخل الام وبتزعق فيهم علشان بيتنمروا على مرات ابنهم. وطبعا بتتفاجئ تشي بدخول حماتها، وبيتفاجئ سي لما بيعرف انه امه حماتها، وما بيكونوش فاهمين اي حاجة ولا هو ولا تشي لحد لما الام بتخرج من معاها شهادة جوازهم واللي بتثبت ان سي وتشي متجوزين فعلا.
فبيتصدم الكل وخاصة ابننا سي وتشي اللي ما كانوش يعرفوا لحد دلوقتي، وبيرجعوا على البيت هما مستغربين بعض ومش طايقين بعض اصلا. فبتقرر الام انها تحط لهم مخدر كده وتساعدهم علشان يجيبوا لهم احفاد برضو، وبيلوم سي تشي لانها ما كانتش بتقابله، بس بتفهمه تشي انها كانت فاكرة شبح، وبيتعصب عليها علشان هي غبية وبتؤمن بحاجات غريبة. فبتيجي الام ساعتها وبتشربهم مية علشان يهدوا، وبتطلعهم على اوضتهم وبتعمل نفس حركة الجدة، وبتقوم قافلة عليهم الباب بالمفتاح بقى. وساعتها بيبدأ مفعول المخدر يشتغل، وما بيقدرش سين يقاوم لأنها كده كده مراته شرعا وقانونا. وبتصحى تشي تاني يوم وهي مخضوضة من اللي حصل، وبتلاقي سي جاية هديها وبيقولها انه بيحضر لها فطار، وبيعملها كويس جدا لأنه حبها دايما حتى من قبل لما يشوفها، وحبها أكتر لما كانت جنبه حتى وهو ما يعرفهاش. بس للأسف ابننا فشل في الطبخ وبيحرق الأكل كله، والحمد لله يعني انه مولعش فيهم. وبتطلب منه تشي انه ما يطبخش تاني لانه كده كده ما بيعرفش ياكل غير من ايديها، وبيعيشوا سوا بقى وهما مبسوطين. وبيفوت الوقت بقى وبنشوف تشي كمان وهي حامل في الحفيد اللي كانوا بيتخانقوا عليه من اول الفيلم، بعد ما اخيرا لقت جوزها وعاشت معاه بهدوء وسلام. ولحد هنا بتكون خلصت حكاية مسلسلنا، ويا رب يا رب يكون عجبكم. بس طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تشتركوا في قنواتنا التانية هتلاقي الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف.